السلام عليكم. ومعايا فيديو جديد مهم جدا عن مشاكل العربيات. ناس كتير عربياتها بتسخن، ما بتسألش نفسها العربية بتسخن ليه. بتوديها تعمل لها دورة مية، تروح تسلك الرادياتير، ما بيسألش نفسه سؤال تاني: ايه السبب؟ العربية بتسخن ليه؟ عملت الرادياتير ونضفته والرادياتير بقى كويس والعربية برضه بتسخن. العربية بتسخن وانت مشغل التكييف، العربية بتسخن وانت ماشي عادي. ايه السبب؟ السبب اهو: كوعة المية. بصوا كوعة المية، يعني الرادياتير بياخد من الفتحة دي، يعني الرادياتير بيدي من الفتحة دي، والفتحتين الصغيرين دول اللي امام حضراتكم دول اللي بيغذوا الموتور. بصوا عاملين ازاي. بص الزور الصدى قافله، يعني العربية بتسخن وانت مش عارف ايه السبب. العربية بتبقى ماشية وانت قارس عليها بتجري، العربية بتسخن. يعني ناس كتير عربياتها بتسخن اما بتعدي سرعة معينة 140 ولا 160 يرجع على 90، العربية ترجع تاني لطبيعتها. مسألش نفسه السبب ايه. السبب كوعة المية. بصوا كوعة المية عاملة ازاي. انا جايب شفاطة، بصوا شفاطة، بحاول ادخل الشفاطة مش داخلة. يعني الشفاطة اللي هي بتاعت العصير مش داخلة، مكان الكوعة مسدود، يعني هنا يعني دخلت هنا. بصوا الناحية التانية، يعني انت بص على الكوعة، بص على كوعة المية، ايه شوفها كويسة ولا لا. فك الخراطيم اعمل دورة. مش كل حاجة الرادياتير مش هو بيبقى السبب اوقات كتير في ان العربية تسخن. بصوا كده، هجيب لكم حاجة تاني نجرب كده نوسع الفتحة دي. بصوا الشفاطة مش داخلة، يعني انا هجيب حتة حديدة كده او سلكة نشوف. بصوا كده معايا، كارثة كارثة. العربية مش واخدة نفسها، ولا يعني مشاكل كتير. انت بتقع في مشاكل كتير انت مش عارفها بسبب حاجة بسيطة وتافهة: الكوعة. رحت للميكانيكي، ميكانيكي قال لي ريداتير. رحت بتاع الريداتير نضفت، رجعت للميكانيكي قال لي العربية كده عايزة شامبر. وفي الاخر تلاقي كوعة المية، كوعة المية هي اللي مسببة ده كله. بصوا، وانا بحاول اسلكها الصدى كل الحديد، الحديد اتخرم. فربنا يسترها. وبقوا بصوا على الكوعة. ولو عجبكم الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.